أثر ضعف السمع على الأب والأم كبار السن. لما سكوت الأب والأم بيكون من الوجع مش بيبقى من الاختيار. كتير من الآباء والأمهات كبار السن لما بيحاولوا يشاركوا حديث العيلة أو مع الأحفاد بيلاقوا نفسهم مش سامعين كويس اللي حواليهم. ممكن يفتكروا إن هم زهقانين أو مش مهتمين، لكن ضعف السمع بيخليهم مش قادرين يتابعوا الحوار، والنتيجة إحباط وعزلة وشعور بعدم الانتماء، وده ممكن يأثر على صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية. علشان كده لازم تتكلموا بوضوح وهدوء. لما تحكوا معاهم حاولوا تركزوا على وضوح الكلام وخلي صوتكم مسموع ليهم دايما. لو ما سمعوش من مرة واحدة قرروا الكلمة بهدوء بدل ما تحرجوهم. شاركوهم معاكم اللحظات السعيدة، خليهم جزء من الضحك والحكايات حتى لو بيكون فيه صعوبة في السمع. التواصل البصري والتفاعل الجسدي بيعملوا فرق كبير. ادعموهم نفسيا، اكدوا لهم ان هم لسه مهمين مش عبء على العيلة. حضورهم معانا بيفرق كتير. واستعجلوا الحل الطبي. السماعة الطبية هي وسيلة بترجع لهم القدرة على المشاركة الكاملة وبتخفف الإحباط النفسي. في الصفوة للسماعات بخبرة أكتر من 25 سنة احنا مش بس بنبيع سماعات، احنا بنرجع لهم ثقتهم وحضورهم في وسط العيلة، وبنخلي الضحكة ترجع لهم من قلبهم. اتواصلوا معانا دلوقتي وخلوا بابا أو ماما يعيشوا معاكم بفرحة. واستنونا في الحلقة الجاية هنكمل مع الأطفال وإزاي ضعف السمع ممكن يبعدهم عن الأنشطة الاجتماعية.